اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست بيزنس اسهل. معاكم طارق بدر، كونتنت مانجر ات باشن بوينت، ومحمد توامي. ازيك يا بابا؟ عامل ايه؟ تمام. الدنيا حر قوي والوضع صعب والناس مش طايقه نفسها، فاحنا هنحاول نبقى ضيف يعني اللي هو يا بخت النظار وخفف وننجز في الحلقات الايام دي. هنتكلم النهارده على حاجه انا يعني لاحظت حتى في الكوميونتي عندنا كان في كذا حد بيتساءل عليها الفتره اللي فاتت، فقلت بقى لازم نهت على القصه دي، على فكره اللي هو البيزنس مودلز المختلفه، وفكره ان اسهل بيزنس موديل من وجهه نظر كتير طبعا الناس كتير اللي هو السيرفيس بيز دي، يعني انا راجل هقدم خدمه، انا هاجي اصلح لك حاجه، اعمل لك حاجه، اقدم لك كورس، حاجه زي كده. ففي من الانظمه الموجوده حاليا يعني سواء اكسلريتور او غيره بيبقى الناس بتلاقي طريقها سهل في السكه دي، لكن لما يجي يعمل منتج مثلا او حاجه تانية بيعطل شويه. فاحنا النهارده هنتكلم عن البيزنس مودلز وهنحاول نهيت على البيزنس مودلز التانية، هنعدي عليهم كلهم بس هنحاول نهيت على التانيين اكتر يعني. فانت الاول قول لنا كده تفهمي ايه هي البيزنس مودلز بص، يعني قبل ما دي خلينا نرسي مبدأ كده معين في البيزنس، او ممكن برضو في الحياة بشكل عام. لان هي جات لي خطيرة كده في يوم ما على الناس اللي هي بتستتفه شغل الانفلونسرز، او ان هو عيالنا دلوقتي خلاص مستقبلهم راح، مش شايفين اي قيمة في اي شغل جد. اوكي. عاوزين يعملوا تشانل على يوتيوب وخلاص، وشايفين الدنيا ايه، انا خلاص هعمل انستجرام اكاونت ولا تيك توك وابقى مشهور وهيجي لي فلوس ومش عارف ايه، وده كده الوضع كده مش حلو. احنا عايزين بس نوضح للناس ان ده موديل موجود من زمان جدا، بس هو الشانلز بتاعته تنوعت. يعني ايه الموديل ده؟ هو الانترتينمنت بزنس موديل. انت بتانترتين الناس زي التلفزيون. هو التلفزيون ده البيزنس قائم على ايه؟ البيزنس موديل بتاعه ان هو بيعمل لك محتوى انترتيننج، تمام، فبقى فيه مشاهدين، فبيبتدي يعمل اعلانات. بالظبط. فهي الموديل ده خد اشكال مختلفه بقى، بيرسوناليزد. يعني انت بقى انت لوحدك. على فكره السلوجان بتاع يوتيوب من زمان كان كده، برودكاست يور سيلف. ما هي هو يوتيوب اصلا كلمه تيوب بره معناها تلفزيون، فيوتيوب هو التلفزيون بتاعك يعني. فكلمه برودكاستنج يور سيلف دلوقتي بقت موجوده بقى بسهوله ومنتشره على منصات كتير. ما تستتفهاش وما تستسهلهاش، لان هي مش سهله ان يكون واحد يقدم محتوى انترتيننج او انسبايرنج او كان، ويبقى له يقدر يجذب نسب مشاهدات عاليه، وبالتالي يقدر يبقى المنصه بتاعته جاذبه للمعلنين اللي عاوزين يعلنوا المنتجاتهم على المنصه دي. ده بيزنس موديل ما هواش هين، ومش اي حد يعرف يعمله. يعني لو انت دلوقتي بتقول يا ده كل مهنه لا مهنه الا مش لاقي شغلها دلوقتي بيعمل له قناه على يوتيوب ويكسب منها، طب خلينا نفكر فيها كده. لو انت شايف الموضوع بهذه البساطه والسهوله وبيكسب فلوس كتير قوي، معلش يعني اللي بيسمعنا الكلمه هتبقى صادمه او تقيله وما تعودناش نقول الالفاظ دي، بس انت غبي لو ما عملتش كده. لو هي سهله، لان لو واحد لقى سكه سهله بتجيب فلوس كتير في وقت قليل وبدون اقل مجهود ومن غير ما بتعمل حاجه يعني متعبه او بتاع، وما خدتش الطريق ده، تبقى غبي. وبتقول يعني الان انت تقول لا ده ضد القيم وضد الطيب، خلاص اقفل التلفزيونات بقى، واقفل نتفليكس، واقفل كل الانترتينمنت اندستري. كمان مش كل الانفلونسرز ضد قيم، يعني في انفلونسرز كتير شغالين كويس، يعني محتوى كويس. حتى لو مش كويس هو محتوى كوميدي انترتيننج. هي ده الموديل ان انا بعمل انترتينمنت لجمهور معين. في جمهور هو بيحب الحاجات الكوميدي، في جمهور تاني بيحب الحاجات تدخلني وانت نايم في السرير نوع مرتبتك ايه. جمهور اللي هو بيبقى عايز تفاصيل الشخص. كل واحد بقى بيبقى عنده القدرة ان هو يطلع محتوى معين. في اللي دمه خفيف بالفطرة، اللي مش دمه خفيف بالفطرة هتلاقيه بيحاول يعمل كده، مش قادر يجذب جمهور كافي. فهو موديل. فبداية الكلام عن البيزنس موديلز ان مفيش في البيزنس اي موديل سهل او صعب. مفيش حاجه اسمها البرودكت بيز هيبقى اصعب، لو عملت سيرفيس هيبقى اسهل، لو عملت ده هيبقى كذا. عشان تعمل بيزنس وتقنع الناس بالفاليو اللي انت بتقدمها فيقتنعوا وفيدوا لك فلوس، ده شيء مفيش بيزنس موديل اسهل من التاني. عشان لما بنشوف برضو الاعلانات المستمره والمنتشره بالذات في دول الخليج بتاعه الدروب شيبينج، اللي هو انت هتجيب منتج مش عارف ايه منين وهتحطه على فين وهيبيع وهتكسب بالدولار وهتبقى مليونير في 3 ايام. مفيش حاجه اسمها كده. يعني البيزنس مودلز دي اللي هي بتقول لك مش هتحتاج اي حاجه ولا اي سابق خبره ولا هيبقى عندك منتج ولا هيبقى عندك مخزون ولا هيبقى عندك اي حاجه، بس انت هتقدر تنجح وتكسب فلوس كتير.
ما كانش حد غلب، كان الناس كلها تمام معاك. بس هو اظن هو القصد اللي الناس بتتكلم فيه مش فكره ان هو ضد الانفلونسرز بوجه عام ولا ضد بس هو في بريفالنس واضح. يعني هو مثلا هو في ناس بتقول اللي هو لو كل الناس تبقى انفلونسرز مين هيبقى المشتري؟ يعني في كميه ناس كتير قوي بتحاول تبقى انفلونسرز بشكل غير طبيعي، وبيبان اكتر في موضوع الكورسات. يعني موضوع ما هي فكره ان مش كل الناس هتعرف تبقى انفلونسر طبعا لا اكيد لا. يعني بس هو ده بيزنس موديل. ما ينفعش نقول انه يعني هي اللي انا عايز اوصله ايه، ان مفيش حاجه اسمها بيزنس موديل سهل وبيزنس موديل صعب، وان في مسارات في البيزنس هتجيب فلوس بسهوله ومسارات تانية مش هتجيب فلوس بسهوله. هو البيزنس قواعده ثابته، انت والعميل وفاليو اكسشينج ما بينكم انتوا الاثنين. انت عندك حاجه تقدمها والعميل عنده حاجه محتاجها وانت بتقدم له القيمه دي فانه بيدي لك مقابلها فلوس. التركيبه دي موجوده في كل البيزنس مودلز اللي في الدنيا ايا كان بقى، بس انت بتشوف انت الفاليو اللي هتقدمها للعميل شكلها عامل ازاي او نوعها عامل ازاي. بس في الاخر القانون واحد والقاعده واحده، لازم هتقدم فاليو العميل يشوفها ان هي فاليو ويبقى عنده استعداد يدفع فيها فلوس. صح. فكل واحد بقى بيشوفها بطريقته وبالموديل المناسب ليه. انما هي فكره بقى ايه، ان الناس بتقول ده بيزنس موديل ممكن. يعني احنا عندنا كنا اتكلمنا في حلقه قبل كده مش فاكر رقم كام على فكره التدرج الريادي. يعني ده 4 مستويات لرياده الاعمال، اللي هي السايد بيزنس مشروع جنب شغلك، وبعدين اللايف ستايل بيزنس ده اللي لما تتفرغ لمشروعك وبتركز فيه بالكامل وبتركز على المرونه وانك تشتغل اللايف ستايل المناسب ليك وكذا. وبعدين في المشروع اللي هو الانتربرايز المؤسسي، شركه بموظفين بكيان بفروع، ده الكيان المعروف والمتعارف عليه الاشهر. وفي الانوفيشن بيزنس اللي هو النهارده بيسمى ستارت اب، بس ده اصعب الدرجه الاصعب على الاطلاق لانه في جزء ابتكاري فيه تكنولوجي محتاج استثمارات كتيره جدا وهكذا. كل اللي احنا بنقوله ان في بعض البيزنس مودلز تبقى مناسبه جدا لواحد بيبدا مشروعه لاول مره في حياته. يعني زي ما قلنا قبل كده ما ينفعش تبدا اول مره في حياتك وهتعمل تكنولوجي او حاجه فيها براءه اختراع وعايز لسه هتنتروديوس للماركت وتعمل لهم اديوكيشن او تفتح مصنع او تفتح مطعم، لان دي حاجات عايزه رؤوس اموال كبيره. تمام. وبالتالي عايزه خبره كبيره جدا في البيزنس وفي اداره رؤوس الاموال دي. فاحنا بنقول في دايما 3 بيزنس مودلز وي اولويز ريكومند لواحد لسه بيبدا بيزنس لاول مره في حياته وهو عنده وظيفه النهارده. تمام. عشان ما اخسرش الوظيفه دي واقدر ابدا بيزنس جنب الوظيفه اقدر اديره يعني يسمح لي ان انا اديره جنب الوظيفه وفي نفس الوقت اتقن اهم مهاره على الاطلاق لاي واحد بيبدا بيزنس اللي هي الكلاينت اكوزيشن، ان انا احصل على عميل، ان انا اعرف ازاي اسوق وازاي ابين القيمه بتاعتي واقنع بيها العميل المستهدف فيجي يشتري، ان ما يبقاش عندي مشكله في اللقطه دي. عرفت خلاص سرها ايه. ففي 3 دايما بنريكومند، 3 بيزنس مودلز دايما بنريكومند اللي هو مش محتاجين راس مال كبير وبتسمح لك انك تتمرن على فكره الكلاينت اكوزيشن جنب الوظيفه بتاعتك. تمام. فالثلاثه دول كنا دايما نقول البيزنس موديل الاولاني انا بسميه الادفايس بيزنس موديل، البيزنس اللي بتنقل فيه النولج بتاعتك او خبرتك لشخص اخر. هو بيبقى عاوز حاجه يعملها فانت بتقول له يعملها ازاي، بتوجهه ان هو يعملها، بس انت من خلال بقى تريننج كوتشنج كونسلتنج ايا كان بقى الايه الاشكال المختلفه للنقل الايه الخبره. فده واحد. فليه بنقول ان هو مناسب وسهل؟ لانه مش محتاج راس مال، لان راس مالك هو النولج بتاعتك. فكل الحكايه انت بتعمل تشانلز على السوشيال ميديا عشان توصل بيها الخبره دي بتاعتك للناس، فالناس اللي هتشوف فيك خبره وتبقى مقتنعه وعايزه تستفيد منك تقدر تتواصل معاك باشكال مختلفه عشان تحجز معاك استشاره سيشن تحضر لك كورس ايا كان بقى انت بتبيع ايه. فده اول واحد. فهو بسيط وسهل لانه ما فيهوش راس مال بيتضخ، مش محتاج مكان، مش محتاج ممكن بيبقى معاك اسيستنت، مش لازم يبقى تيم كبير تنظم المواعيد وتنظم الجلسات والاستشارات والدورات بتاعتك، بس مش هتبقى محتاج اوفر هيد جامد. ولكن انك تقدر تحول النولج للسيلابل باكج او كورس او استشاره او كده، ما هيش الحاجه السهله ستيل يعني. بس هي الفكره ان انت مش محتاج راس مال. تمام. بس محتاجه وقت ان انت تقنع الناس بيك وبخبرتك، لان في ناس كتير ممكن يكونوا بيقدموا نفس الخبره ونفس الاستشارات وكده. طب انت ايه اللي هيميزك؟ فبرضه بنخش في نفس السياق البيزنس الطبيعي خالص. ايه الفاليو اكسشينج، ايه اللي من الميزه اللي هتقدمها، نفس القصه. نقطه بقى هنا كانت انا ايه يعني انا متفق معاك في كل حاجه انت قلتها، لكن انا هايلايت حاجه. انا يعني قبل ما نخش في بقيه البيزنس مودلز انا اقول بالشبه كده، انا ما اعرفش ما عنديش ارقام طبعا حقيقيه، لكن انا ممكن اكون متخيل يعني ان هم مثلا 75% من الناس بتروح للبيزنس موديل الاولاني اللي انت قلت عليه ده اللي هو الادفايس او الجايد بيزنس موديل 75%. ومش كلهم بيبقى عندهم يعني كونتنت عبقري يستحق ان هو يعمل عليه كورسات ولا يعمل عليه كوتشنج ولا اي حاجه.
لكن هو ما فيش حاجه سهله طبعا زي ما انت قلت، لكن هو الاسهل. يعني هو مش سهل بس هو الاسهل. هو الاسهل انك تبداه، يس، لكن مش الاسهل انك تنجح فيه. صح. يعني هو سهل البدايه ان انت هتعمل نفسك البراند بتاعتك هو انت، فاللوجو هيبقى اللوجو باسمك، القنوات باسمك، والخبره بتاعتك هي الخبره بتاعتك الموجوده، بس انت ازاي بقى هتباكج نفسك او هتبوزيشن نفسك. بس هو الاسهل تو ستارت، بس مش الاسهل انك تنجح فيه. بالظبط. هو المشكله ان انت لما يبقى في حاجه الاسهل ودوميننت بالشكل ده، ان هو بيبتدي، احنا بنشوف كومنتس على اللي هو كل الناس يا جماعه عايزه تبيع كورسات، مفيش حد عايز يبيع منتجات. كل الناس بقوا خبراء، كل الناس بقوا كذا، كل الناس بقى بيرفكتلي فاليد. الصراحه عندك حق، لان انا ببص اخش يعني هو مستحيل يكون في 10,000 جورو، فاهم؟ يعني هي اصلا جورو فكرتها ان هو نادر، بني ادم مش كتير عنده خبره مش عند ناس تانية. فلا يمكن يكون في ده في كل المجالات باي ذا واي. يعني مش يعني في مجالات طبعا الموضوع فيها اكسسبريتد بشكل مرعب، يعني تمام، ان هو المجال ده بالتحديد في فعلا مليون واحد بيبيعوا كورسات فيه. لكن هو في اغلب المجالات حتى هتلاقي في ايا كان العلم اللي يجي على بالك، ايا كان الطب، الطاقه، السيليوجا، كل حاجه، بص جوروز بالجمله بتمشي تجعبل فيهم. فهو عشان كده الناس ابتدت اللي هو تقول لا يا جماعه في حاجه غلط، ان هي هو ده اعتراض النقطه بتاعت الانفلونس. هو يبدو ان هو بالجمله، لكن هم مش كتير. يعني هو انت لو جيت تبص للكويسين فيهم وقادر تقدر تنقح، هتلاقيهم بيتعدوا على الصواب. لكن في كتير بس ما بيقدموش قيمه حقيقيه، مش هيكملوا يعني. اوكي. وهم كتير زي ما بقول لك، لان هو سهل، هتعمل قناه وتشير فيها شويه معلومات خلاص بقيت اكسبرت. لكن اللي هيقدر يكمل، انا ليا واحد صديقي بتحايل عليه، عنده نولج جبار، بتحايل عليه ان هو يبدا يقدم استشارات، الناس محتاجه النولج اللي عنده دي، ويقول لي مش لعبتي، مش بتاعتي، ما اعرفش اترين واتكلم، وانا خبرتي ليا والشغلي وبتاع، انا ما اعرفش انا. فمش كل الناس اولا، يعني فكره ان كل الناس هيبقوا كذا، امال مين اللي هيعمل كذا، دي مش هتحصل. يعني ده افتراض انت بتفترضه لان انت مستفز من اللي انت شايفه، لكن هي مش كل، عمر ما هيبقى كل الناس. زي برضو من السؤال اللي بيجي لنا دايما، لو كل الناس فتحت بيزنس مين اللي هيشتغل موظف؟ مش كل الناس هتفتح بيزنس، ولا احنا بنقول ان كل الناس اللي تفتح بيزنس. في ناس هتبقى عايزه ده، وفي ناس هتبقى. انا كنت لسه بعمل كونسلتيشن مع حد امبارح، يعني هو يعني عايز يشوف مساره المهني وكذا، فانا بساله انت عايز تفتح بيزنس؟ قال لي لا انا مش عايز افتح بيزنس، مش من اهدافي خالص ولا طموحاتي. انت متاكد؟ فكرت يعني مرتين ثلاثه؟ قلت له رحت بعت له الاسطوره 7 على الروايه علشان يمكن يغير رايه. بس هو فاهم مصر، هو مش شايف فكره بقى لا 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 لا, لا بيزنس، لا بيزنس لا. فهو في ناس كده، فخلاص يعني هي فكره ان كل الناس بقوا بيبيعوا كورسات. لا، هو مش كل الناس بتبيع كورسات، وفي مجموعه بتبيع، في كتير بتبيع كورسات، وفي قليلين اللي بيعملوا فعلا كورسات كويسه هيتعرفوا مع الوقت، والتانيين مش هيكملوا. سنه الحياه. تمام. بس فده اول بزنس موديل. ده اول بزنس موديل. تاني بزنس موديل بقى اللي هو السيرفيس بيست. دي الناس بقى اللي هي مالهاش طاقه تشرح وتتكلم، انت عايز الحاجه دي اعملها لك. يعني فاهم؟ اوكي، مش هشرح لك، ماليش في الشرح بقى ونقعد كذا، انت عايز المهمه الفلانيه تو بي دون، انا هعملها. دي بقى كل بقى الحاجات بقى، ادفرتايزنج سيرفيسز، جرافيك ديزاين، ويب ديفلوبمنت، بروجرامينج، تصوير فيديو الحاجه. خش على اي موقع اللي هي الفريلانسنج وشوف الخدمات اللي بتعرض المطلوبه ايه، وكل المجالات اللي في الدنيا ممكن تتعمل فيها سيرفيس. يعني انت هتعملها بالنيابه عن حد، بدل ما هو يعملها انت هتعملها بالنيابه عنه. بس دايما انا بحط هايلايت كده ان في فرق كبير جدا ما بين الفريلانسنج وان انت بتعمل سيرفيس بيست بزنس. في فريلانسنج انا بسميه ده الارزقي، ده شغال على باب الله وشغال لوحده فرداني، هو شغال مش شغال اي معيش. في فرق ما بين فريلانسنج وان انت بتعمل بزنس بيقدم سيرفيس. في البدايه هيبقى انت سولو، ممكن تقدم السيرفيس دي بنفسك، بس انت بتديزاين الموضوع، بتديزاين البيزنس بتاعك ان هو يبقى سكيلبل بتيم هتجيبه وتدربه بعد كده على النولج بتاعك. لكن انت فريلانسنج ده هو معتمد ان انت انا لوحدك، انا شخص لوحدي بخبرتي وغالبا بتعتمد بشكل كبير على الورد اوف ماوث والريفيرالز، ما عندكش اي ماركتنج سيستم بتعمله ليك. فده ما بعتبروش بزنس، ده بعتبره عمل حر كده، يعني سيلف امبلويمنت. لما انت بتعمل بزنس من الاول حتى لو انت لوحدك اللي شغال فيه، بس هو بزنس بتعمله تسويق وبتعمله براندنج وبتعمله بروميس وبيبقى ليه كاستمر وبيبقى مؤهل انه هيبقى فيه تيم بعد كده بيشتغل وبيديليفر. فدي فكره الايه السيرفيس. فالاول واحده اللي هي done with you، او انا
او دو ات يور سيلف، اسف، انا بديك النصيحه وانت بتعملها، والتاني انا بعمل لك دان فور يو، انا سيرفيس بيزد، شوف الخدمه اللي انت عاوزها ايه انا بعملها لك. اوكي. التالت بقى اللي هو انت ذكرته اللي هو البرودكت بيزد. انا بالعكس بقى من وجهه نظري انا الشخصيه ان ده اسهل واحد، ده سهل، ده اسهل من الاثنين التانيين بكتير. اوكي. ليه؟ لان البرودكت يتحدث عن نفسه. يعني لو انت عملت منتج حلو وصورته صور حلوه او عملت له فيديو ريل كده، اعلان لطيف بيبين جمال المنتج والكواليتي بتاعته والفينشنج، هو بيبقى اتراكتيف جدا وفي شويه فيتشرز واضحه. ليه؟ لان هو السيرفيس والادفايس مش ملموسين، عايزين مجهود كبير عشان اقدر اشوف تاثيرك والمسه. انما المنتج انا بتخيل وانا ماسكه، وممكن اصلا اجيب ناس وهم ماسكينه، وزي ما ابل بتعمل دايما اعلانات والمنتجات بتاعتها الناس ماسكاها وقد ايه حياتها بتتغير، وواحد ماسك الكاميرا وبيصور مش عارف لقطه ايه. فالبرودكت سهل قوي تو فيجوالايز استخدامه في حياتي، وانا ماسكه كده ابقى انا يعني ايه براند وحاجات اللكجري بالذات. فاحنا بنقول برودكت بيز، بس احنا بنقول للناس اللي هتبدا بتعمل ما بنسميه اللكجري هاند ميد برودكتس، او المنتجات اليدويه اللي هي اللكجري الفاخره اللي فيها كواليتي عاليه قوي. فانا بعمل هاند ميد. ليه بعمل هاند ميد؟ علشان انا ما عنديش الكاباسيتي ان انا اروح لورشه او مصنع يعمل لي 1000 قطعه. اوكي. فما عنديش الماس برودكشن لسه، انا لسه واحد ببدا راس مالي صغير، فعايز اعمل حاجات يجي لي اوردر او اعمل له هاند ميد، او اعمل بري هاند ميد كده 10 ايتمز وابيعهم، ثم اعمل كولكشن تانية. فالهاند ميد تحت ايدي، تحت الكنترول، تحت السيطره البادجت بتاعتي، واقدر اخد بري اوردرنج وانفذ لما يجي لي فلوس. اوكي. فمش محتاج ماتيريال كتير ولا ستوكات كتير ولا مخازن ولا الكلام ده كله. وكمان الناس بتقدر الهاند ميد، يعني الحاجه المعموله هاند ميد بيبقى ليها طابع خاص كده، وبتبقى ليها كاتيجوري بتبرر ليه سعرها عالي اعلى من اي حاجه تانية. وده انكلودنج بقى الناس اللي بتطبخ بتعمل اكل من البيت، الناس بتعمل اكسسوارز جولري، كل الكلام ده، زي الجمل مثلا لما كانت بتعمل صابون مثلا الحاجات دي دلوقتي عندها ماس برودكشن ما شاء الله. فهي بدات سكيل صغير تمام ومن البيت. اذا انت بتقول هاند ميد ولكجري ده عشان نبعد عن الماس برودكشن يعني. بس الوقت المناسب لما تتفرغ بقى وعايز تكبر السكيل بتاعك، زي ما هي عملت وبدات وعندها تيم وناس خلاص بيصنعوا وبقى ماس برودكشن عادي، لان هي اتفرغت وقدرت بعد ما تثبت الشغل. حلو. طب عايزك تدي نصيحه مباشره لحد دلوقتي لسه بيفكر ان هو يبتدي. احنا اتكلمنا كتير قوي 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 على اللي هو احنا الادفايس بزنس موديل. خلينا نتكلم، عايزك تدي نصيحه مباشره لحد بيبتدي سيرفيس او بيبتدي برودكت بيز. ايه الحاجات اللي يعملها، ايه الحاجات اللي يخلي باله منها، يحترس منها كده يعني؟ هي البيور بزنس ملهاش دعوه بالاني واحد من اللي هيبداوا. ارجوك فكر شويه، فكر شويه قبل ما تعمل المشروع بتاعك، هو انا ايه القيمه اللي انا بضيفها؟ لان فعلا دي من الحاجات اللي دايما بشوفها ما فيش اي قيمه مضافه. انت بقول لها مليون مره، انت بتعمل اللي انت بتعرف تعمله، لكن ما بتعملش الناس عايزاه، ما بتبصش على الماركت. في فرق كبير جدا انك تبقى شايف ايه البدايل وانا ايه اللي هضيفه جنب البدايل دي. لما انت داخل تاخد شريحه من السوق، هتاخدها بناء على ايه؟ لازم في اللي هو ما يسمى الميزه التنافسيه بتاعتي، او انا هعمل ايه مختلف، أنا لازم اقدم قيمه مضافه. وكنا قلناها قبل كده ان يعني ما تخليش دي كتفك، لان برضو لو الماركت واسع جدا وفي طلب كبير لا يمكن 1 أو 2 أو 3 يلبوه، والدنيا قماشة واسعة لأكتر من حد يخش يقدم نفس الحاجة، اوكي لو انت اتأكدت من كده. بس هتبقى الادفانتج بتاعتك ايه بقى لو انت شغال باشن بيزد؟ اوكي، دي كومبيتيتيف ادفانتج جبارة، ان انت بتعمل حاجة بتحبها، لانه قليلين قوي في التجارة وفي البيزنس بيعملوا الحاجة اللي هو بيحبوها، قليلين جدا. فدي لوحدها لو انت ضامن ان الماركت بتاعك فيه ديماند عالي جدا، ومش لا يمكن 1 أو 2 أو 3 هيغطوا على الديماند ده كله، فانا اخش وانا مطمن ان لو اتليست اميد ذا سيم ستاندردز. بس اضيف بقى ايه الباشن بيزد، ان انا بعمل حاجه بحب، ودي بتظهر جدا جدا في التسويق وفي طريقه العرض وفي الكلام، هتدي لك ادفانتج رهيبه عن اي حد بيشتغل بشكل تجاري بحت. اوكي. ففكر دايما في اللي هي الترم المشهور جدا في البيزنس اللي اسمه الفاليو بروبوزيشن. انا نازل الماركت دلوقتي باسم جديد وبمنتج او بسيرفيس او وات ايفر، ايه الاضافه اللي هضيفها؟ وكنا ضربنا مثال قبل كده 30 years لما بدأنا 30 years. طب ما ديجيتال ادفرتايزنج ايجنسي ما في زيها مليون شركه، بس لازم ما ينفعش تقوم انت بادي واحده. في ديماند كتير جدا، بس
فكر شويه ضيف اضافه. فعشان كده احنا لما بدانا كان اول حاجه فكرنا فيها الماني باك جارانتي. لو ما زودنالكش السيلز بتاعتك عن ما كنت بتعمل قبل ما تجيلنا تاخد فلوسك تاني. ما كانش فيه البروميس ده، مش موجود في الماركت يمكن لحد دلوقتي. فبس قدم حاجه مختلفه تخلي الناس لما تفكر انا ليه اجي لك انت تاخد شريحه من السوق. الشريحه دي عشان تحول فكرها عن البدائل الموجوده وتجي لك محتاجه سبب. اديهم سبب واحد مقنع ملموس. ما تقولش عشان انا احسن جوده باقل سعر، انسى بقى الكلام ده. اديهم حاجه ملموسه اوكي تقدر تهايلايت كده ويبقى انت الوحيد اللي بتقولها. يعني في بروميس جريء ما فيش زيه كتير. حلو. قبل ما نقفل الحلقه يعني خليني اسالك سؤال عشان الترايب بتاعتي الناس الارتستيك والكرييتيفز يعني تمام. نفس الكونسبت اللي انت بتقوله ده يتطبق يعني. اصلا ممكن ككرييتيف مثلا حد يطلع في دماغي فكره طاقه مثلا انا عايز اكتب كتاب كذا يعني ممكن يطبق اللي انت اصلا طبقته. يعني انت عملت تو مودلز. انت عملت السيرفيس بيست، انت بتقدم كوتشنج للرايتنج، فانت عملت السيرفيس سوري الادفايس بزنس موديل، وعملت البرودكت بيست. تمام. عملت كتاب ويعني نشرت كتاب، ده برودكت. انا اقصد انت فكره اللي هو يعني هل انت شايف ان لو حد بيبتدي في المجال الارتستيك مثلا، يعني انا ليه وجهه نظر في الموضوع يعني، بس هل انت شايف ان هو لو حد بيبتدي في المجال ده محتاج برضو يعمل نفس الايفالويشن ويشوف انا ايه اللي هعمله والفاليو اللي هقدها ايه للماركت، ولا يبص عليها من وجهه نظر فنيه انا عايز اعمل كده وانا نفسي اعمل كده واعمل على طول؟ ما دي مساله رايي، انا مش بزنقك يعني. انا عايز اعرف رايك بس. انا مش عايز اللي بيسمعنا يبقى فاكر ان انا لو ما لقيتش دلوقتي ميزه في اللي انا بعمله يبقى اتوقف وما اعملش حاجه. يعني لو انت بتعمل حاجه بتحبها ستارت، ومع الوقت هتلاقي الميزه دي. فانت مثلا بتقول انا عايز اكتب روايه، ايه الروايه هتبقى ايه يعني عن ضمن الروايات اللي موجوده؟ لا بالذات انت محظوظ لان انت هتكتب وهي النوفل بتاعتك فكره جديده. تمام بالظبط، ما فيش حد كتبها قبل كده. لكن لو انت بتحب بقى كتابه هتكتب نوفل حلوه قوي. انا وده حقيقي يعني، انا قريت الروايه بتاعتك او جزء كبير منها. الله يخليك. لا يعني مفيش حد في مصر اعرفه حتى الان يعني ولا عالميا يعني دي واثق حبيبي. بس قصدي الفكره ايه، ان في الجانب الارتستيك بيبقى الانتاج بتاعك هو لوحده ديفرنشيتد. بالظبط كده اللي انا بسال فيه يعني. مش محتاج يعني، لان انت بتطلع فنك، ولو بتعمل حاجه انت بتحبها هيبقى فن ديفينتلي طاغي عليه البيرسوناليتي بتاعتك ويبقى ديفرنشيتد جدا جدا. بس ممكن بقى تلاقي طرق لطيفه جديده مبتكره في تسويقه في اظهاره للناس. انا بسالك بس عشان هو الموضوع ده فيه هي قضيه جدليه نوعا ما يعني، ان هو في بعض الانفلونسرز في المجال الارتستيك ان جنرال يعني بيقول ان الرولز انت لازم تلعب بالرولز. يعني مثلا ايه الكتب بتاعه الاطفال عاده بيبقى حجمها كذا، ما تكبرش عن كده مثلا. وفي ناس بتقول لا يا جماعه لما اللي كسروا الرولز كسروا الدنيا يعني. فانت مفيش مولد واضح في الحته دي. فانا بس عشان كده كنت عايز اطرحها للناس. يعني انا بس عندي تعليق في الحته دي. الناس اللي كسروا الرولز اتبعوها الاول قبل ما يكسروها probably يعني غالبا يعني في معظم الكيسز اللي انا شفتها او بيبقى بدأ زي ما كل الناس بدأت، وبعدين فجأة خلاص انا اتقنت البيزكس هعمل بقى ماي اون يونيك ثينج، او لا مش راكبه خالص اللي هو لا مش يعني بص هي مش هتيجي بالشكل التقليدي. فلازم بس لازم يكون يعني ممكن لازم يكون عارف الرولز ايه عشان يكسرها يعني. صح that's a perfectly valid point. قبل ما تقدر تكسر الرولز لازم تبقى عارف ايه هي الرولز اصلا. تمام. وكده عندك اي حاجه تانية عايز تقولها على البيزنس مودلز قبل ما نقفل؟ تمام خلاص نسيبكم وان شاء الله نشوفكم في الحلقه القادمه. لو عندكم اسئله ابعتوها على طارق@passionpoint.co. اسئلتكم احنا بنجمعها وبعدين بنجاوب عنها. والريفيوز بقى ريفيوز ما تنسوش يا جماعه، ريفيوز بقى ولايك وشير وسبسكرايب والحركات دي كلها. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا.